ونقول من جديد يا اهلا برجوع اجمل 30 يوم في السنة. رمضان كريم علينا كلنا، كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وبما اننا في رمضان بقى فاحنا نرجع لمحتوى رمضان سهلة وبسيطة. وبما ان فكرة السنة اللي فاتت كانت عجباكم جدا وانا شفت ردود فعل عليها حلوة قوي، وكانت ناس كتير قوي بتخمن وناس بتشجع وحاجات حلوة كده شفتها منكم السنة اللي فاتت، فانا قررت ان انا هكمل على الفكرة دي رمضان ده كمان. وانتوا لو عندكم اي افكار جديدة عندكم الكومنتات اكتبوا لي اللي انتوا عايزينه، وانا طبعا كل اذان صاغية. وشرح سريع كده اللي ما يعرفش الفكرة او اللي ما اتفرجش اصلا، في رمضان اللي فات اتكلمت عن عادات وتقاليد دول مختلفة احنا ما نعرفش العيد عندهم بيبقى عامل ازاي، يعني فرصة ان احنا نتعرف على الدول اللي حوالينا بيعملوا ايه في العيد. فانا قررت بقى ان انا اعرفكم واحدة واحدة كده، وفي الغالب الدول هتبقى من شرق اسيا. واللي ما اتفرجش السنة اللي فاتت او فوت فيديو كده او كده انصحكم ان انتوا تروحوا تشوفوه، علشان بجد العادات والتقاليد عندهم مبهجة جدا. انا اتكلمت في اول دولة عن تركيا، تاني دولة عن اندونيسيا، تالت دولة طبعا بما ان انا مصرية طبيعي ان انا هتكلم عن مصر. وعلى فكرة عاداتهم وتقاليدهم جميلة جدا ومش هتحسوا بملل ابدا، وانتوا بتتفرجوا هتبقوا اصلا مش عايزين الفيديو يخلص من كتر المعلومات اللي فيه. المهم نرجع بقى لرمضان ده، هاخدكم دلوقتي في رحلة هندية سريعة كده هنتعرف فيها على ابرز العادات والتقاليد عندهم، ونشوف العيد عندهم شكله عامل ازاي. الاول هقول لكم معلومه كده على الماشي علشان تعرفوا انا قد ايه بهتم بيكم وبهتم ان انا اجيب لكم المعلومات من مصادرها الصحيحه. الهند فيها 10% من مسلمين دول العالم، والاحصائيات من 4 سنين كانت بتقول ان الهند فيها ما يقارب 195 مليون مسلم. وعموما هتلاقوا ان الدين الاسلامي منتشر جدا جدا في دول شرق اسيا، وهتلاقوا ان اكبر نسبه للمسلمين هناك. عشان كده في الغالب انا جايبه لكم العادات والتقاليد بتاعتهم، لان احنا برضو مهما كان ما نعرفش اي حاجه عنهم ممكن ما نعرفش ان الاماكن دي فيها مسلمين اصلا، ولو عارفين ان هي فيها مسلمين فاحنا ما نتخيلش ان هي بالعدد ده. فانا قلت بقى اجيب لكم معلومات كده عن المسلمين اللي زينا في بقيه العالم، وهي فرصه نتعرف على عادات وتقاليد بعض. قبل بقى ما اقول لكم العادات والتقاليد عايزاكم كده تسرحوا بخيالكم شويه وتتخيلوا العادات والتقاليد بتاعتهم بكل الناس دي، قد ايه العيد عندهم بيبقى مبهج وليه روح فعلا، وبتبقى الدنيا كلها حرفيا عندهم عيد. ندخل بقى في الموضوع. الليالي الاخيره في رمضان في الهند بتبقى كل الشوارع زحمه، كل الناس بره البيوت بقى اللي بيشتروا لبس العيد، والاطفال اللي بتشتري الالعاب، واللي بيشتروا بقى المكسرات وحلويات العيد. المهم ان الفتره دي بتبقى فتره الشراء عندهم، وكله بقى بيحتفل بالعيد ومستنيه. وخصوصا ليله الوقفه في الهند. ليله الوقفه دي حرفيا ما بيبقاش في حد في بيته، وليله الوقفه في الهند ليها اسمها تشاندات او تشاندات على حسب بقى هما بينطقوها ازاي. معنى الجمله دي بالعربي ليله القمر. وفي ليله القمر عندهم الستات والبنات بيقعدوا يرسموا حنة على ايديهم ورجليهم، وبيلبسوا كمان الغوايش والحاجات الملونه الكتير اللي بتبقى في ايديهم دي. ومن اهم طقوس ليله القمر في الهند الاخ لازم يبعت لاخته حلويات، والحلويات دي بتتبعت يوم الوقفه مش يوم العيد، علشان في الغالب هدايا يوم العيد بتبقى يعني اكتر الناس بتجيب هدايا لبعض لبس، قله قليله قوي اللي بيهدوا بعض بالفلوس. وطبعا الفلوس واللبس ملهمش دعوه خالص بالعيديات بتاعه الاطفال واللعب، دي حاجه اساسيه موجوده. اما بالنسبه لتهنئه العيد عندهم فهم بيهنوا بعض باللغه العربيه عادي جدا، عيد مبارك. نيجي بقى ليوم العيد الصبح، الرجاله بيلبسوا السروال الهندي، والستات بيلبسوا هدوم كلها الوان فاتحه وحاجات زاهيه كده، وطبعا الحنه والغوايش، وعارفين انتوا بقى الجو الهندي ده، كل الناس بتبقى كده ساعة الصلاة. ويبدأوا بقى المسلمين بيتجمعوا في أكبر وأشهر المساجد الموجودة هناك، زي مثلا المسجد الجامع في نيو دلهي، وبالمناسبة ده أشهر المساجد الإسلامية الموجودة في الهند. وفي أماكن تانية بيصلوا فيها، والأماكن دي تراثية، بس أهم حاجة تكون تراثية إسلامية، زي مثلا مسجد جهار منار في حيدراباد، وده أكبر وأشهر مسجد تراثي إسلامي في الهند. وبرده زي مسجد الحاج علي درغاه، وده موجود في مومباي. الأماكن المشهورة دي بتبقى منورة معظم أيام رمضان، ولكن بالخصوص في ايام العيد بتبقى منوره طول ال4 ايام. ومن عاداتهم ان هم بعد الصلاه بيبداوا يوزعوا على بعض حلويات ويحضنوا ويسلموا على بعض، سواء يعرفوا بعض او لا، يعني كل ده بيبقى بالحب كده، عشان احنا مسلمين ومعروف ان ديننا دين اخوه
والتسامح والحاجات دي. وفي تجار في السوق الكبير بتاع نيو دلهي بيعملوا فطار بعد صلاة العيد، فطار جماعي كده في الشارع لأي حد مش للمسلمين بس. والاكل بتاع الفطار ده بيبقى معمول في بيوت التجار، مش جايبين اكل جاهز ولا عاملين مثلا زي موائد رمضان اللي بيعملوها. وبعد صلاة العيد والفطار بيبدأوا بقى ان هم يتوجهوا لزيارة المقابر. انا بصراحة مش عارفة يعني زيارة المقابر دي انا لاحظتها في كل الدول، انا مش عارفة هي دي حاجة في الدين ولا هم بيروحوا كده وخلاص، بس انا لاحظت ان دي حاجة مشتركة بينا كلنا في العيد. وبعد ما يخلصوا زيارة المقابر بيبدأوا ان هم يتوجهوا بقى للبيوت ويزوروا كبار العائلات وكبار السن، لان في الغالب دي الفئة اللي مش هتخرج في العيد، فمش هتحس ببهجة العيد زينا بقى ان احنا بنخرج وبنروح ومش عارفة ايه والدنيا دي. فالزيارات دي هتحسسهم ببهجة العيد والألفة. وكمان الزيارات دي مش بتبقى مقتصرة على الاهالي او اللي يعرفوا بعض بس، لا كله بيزور بعض. حتى منتشر هناك ان الهنود اللي مش مسلمين بيروحوا يعيدوا على جيرانهم واصدقائهم المسلمين وبياخدوا منهم الهدايا والحلويات عادي جدا. وبما اننا بقى جبنا سيرة الحلويات، فانا هقول لكم دلوقتي على اشهر الحلويات الموجودة في الهند، بس هما مش حلويات، هي حلوة واحدة، حلوة الشعرية. الشعرية دي عندنا هنا في مصر اللي بياكلها بلبن واللي بياكلها بعسل اسمر، ويعني في الغالب هي بتبقى عشاء مش بتبقى حلويات اصلا. هما هناك بقى بيعملوها في العيد. طبعا هما بما انها الحلوة الوحيدة عندهم اللي هما بيعملوها في العيد، فهم ليهم طرق كتير، بس اشهر طريقة بيعملوها ان هما بيحمروا الشعرية ويحطوا عليها لبن ومكسرات وفواكه مجففة، وكده حلوة العيد تبقى جاهزة. لا تقولي بقى كحك ولا بيتي فور ولا الجو المصري بتاعنا ده. طبعا لو في مصرية واحدة راحت الهند وشافت الحلويات العيد الشعرية بس، يعني هي ممكن تجيلها ذبحة صدرية اصلا وهي هناك، مش هتستنى لما ترجع، لا وهي هناك على طول. لان هنا الامهات المصرية بسم الله ما شاء الله يعني الكرم عندهم مبالغ فيه، ففي العيد بتبقى السفرة مليانة كل ما لذ وطاب بقى. ده كده كان الملخص المفيد عن العيد في الهند. العيد عندهم خفيف وظريف، ما فيهوش حاجات غريبة، الدنيا كلها تمام هناك. ولو حد منكم بقى عارف معلومة او عادات وتقاليد مثلا انا ما قلتهاش او ما اعرفهاش اصلا، يعني عندكم كومنتات شاركوني كده، يعني حسسوني كده بان احنا ايه بناخد وندي مع بعض. مش عارفة ليه مش بتكتبوا هنا، كلكم بتتوجهوا للرسائل على طول. هو هنا او هنا انا اكيد بحب تعليقاتكم وبستناها، بس يعني شغلوا الشغل كده. ولو عجبكم الموضوع بقى ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنسوش ان انتوا تخمنوا الدولة الجاية هتبقى ايه، وانا هسهلها لكم شوية، هديكم هنت صغنن كده، هي برضو هتبقى من دول شرق اسيا، يعني اظن سهولة اكتر من كده ما في. انا كده عداني العيب بجد. وما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الفيديو ده وتستنوا الفيديو الجاي. وبس كده، رمضان كريم عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.